The Bishops Avenue المعروف بشارع المليارديرات والفلل الباهظة الثمن يجتذب المشترين الأكثر ثراء من جميع أنحاء العالم منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن إهمال البعض لبيوتهم غير المسكونة جلب انتباه وسائل الإعلام على عكس ما اعتاد عليه متابع استثمارات العقار في العاصمة لندن. هذا المنزل الذي كان حتى بالأمس القريب مسكنا فاخرا هو في حالة يرثى لها اليوم وغير صالح للعيش. هذا هو البيت الذي أصبح عرضة للسقوط لانعدام الصيانة الشاملة، فقد تم بيعه مع منزلين آخرين بجواره بقيمة تجاوزت 120 مليون دولار. بمجرد بحث بسيط للمشتري أو الفضولي مثلي يمكن التعرف إلى أسعار البيوت الفخمة والفلل والشقق المعروضة للبيع. البروفيسور مجدي إسحاق أحد سكان جادة المليارديرات كشف لنا عن قيمة استئجار مثل هذه البيوت بينما ينتظر ترميم بيته في شارع The Bishops Avenue. الإيجار اللي أنا بدفعه هنا 12,000 جنيه في الأسبوع، يعني حوالي 35,000 جنيه في الشهر. لو أنا عايز أأجر، لو في بيت في البيشوب أفنيو يعني أدوبك 20 متر من هنا حضرتك، كنت هدفع 20,000 جنيه في الأسبوع. المستثمرون من أثرياء العالم في مثل هكذا عقارات في لندن ليس همهم بالضرورة جني الربح السريع، بل الحصول على مسكن فاخر وضخم أكثر أمانا في وسط لندن وكأنه في ضيعة ريفية. تريفر أبراهامسون أشهر سماسرة البيوت هذه في شارع المليارديرات باع ما قيمته أكثر من 4 مليارات دولار منذ منتصف السبعينيات. لن تكون فقيرا إذا اشتريت بيتا في هذا الشارع كتأكيد على ثرائك ومكانتك الاجتماعية. يمكن شراء منزل مع مساحة أرض تقارب 7,000 فدان، وهذا مزيج من بيت ريفي وبيت مدني، والاثنين بسعر واحد. وسيظل الأجانب الأثرياء يتسابقون على شراء البيوت الفاخرة في أفخر أحياء العاصمة البريطانية حتى وإن لم يسكنوها، لأنها استثمارات جيدة في أسوأ الأحوال وموطئ قدم في المدينة تحسبا لأي تقلبات سياسية كارثية في بلدانهم. مصطفى زارو، العربية.